السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نحمرش البصل أوي يا جماعة قبل ما ننزل الطماطم. وطبعا لو عايزة تعمليها بزيت اعمليها بسمنة وزيت، اعملي زي ما انت عايزة. المهم احنا النهاردة تعالوا الأول نشوف هنعمل الفراخ ازاي. أنا حطيت معلقتين زيت ذرة، ولما سخنوا نزلت عليهم كمية الفراخ المتقطعة بتاعتي. رحت جاية مقلباهم بعد شوية كده شوحيهم، ورحت جاية مقلباهم كويس. رحت جاية نازلة عليهم بالتوابل. التوابل عبارة عن حبة البركة وفلفل وحبهان وحباية مستكة ونص عود قرفة. حبية المستكة يا جماعة ضرورية في الفراخ بصراحة، ولو عايزة تحطي نص ليمونة متقشرة ماشي حطي. وعود القرفة برضو شيء ضروري في الفراخ، بيديلها نكهة وريحة جميلة. طبعا احنا نزلنا الطماطم على البصلة ونحط لها توابلها زي ما انت عايزة تحطي. انا حطيت كزبرة وفلفل وكمون وملح. عايزة تزودي ونص معلقة شطة، عايزة تزودي براحتك زودي. نزلت عليها بالخضار الشبت والكزبرة علشان نعمل صلصة محشي الخس يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. بس انا مش مكترة الصلصة زي ما انا مكترة الخضار. دي حاجة جميلة جدا في المحشي الخس، لما تقللي الصلصة وتزودي في كمية الخضار بيدي طعم تاني لمحشي الخس بتاعنا. وادي محشي الخس بتاعنا، ونزودنا المية على الفراخ واستوت والحمد لله. ان شاء الله يعجبكم.